هاد الحياة ما كتعلمناش الدروس فابور. للأسف كنخلصوا الثمن غالي. وأنا جيت اليوم باش نختصر عليكم الطريق ونوفر عليكم الوقت ونعطيكم بعض الدروس اللي أنا شخصيا علمتها لي الحياة. وكنقول لو كان رجع بيا الزمان لور وكان شي واحد في حياتي اللي عطاني هاد النصائح قبل، لو كانت حياتي ممكن تكون أحسن. فبقاو معايا فيديو قصير خفيف ظريف فيه 3 د النصائح اللي ممكن تحول حياتكم للأحسن. أول درس تعلمته هو أنني أنا اللي أولوية في حياتي، ما نقصرش في حق راسي، لأنني أنا اللي غنعطي من طاقتي لولادي ولراجلي ولعائلتي. المفروض نعطي اهتمام لراسي قبل ما نعطي اهتمام لعائلتي. وهذه ماشي أنانية، بالعكس هذا احتياج أساسي في حياتك، لأنك إلا هملتي راسك غادي هادشي يأثر على نفسيتك، من بعد غادي ينتقل هاد التأثير من الجسم ديالك للنفسية ديالك، لأن كاينه واحد العلاقة قوية بين النفس والجسد. وهاد التأثير يقدر يبان سنوات من بعد، ماشي دابا كيبان من بعد، ملي ما كتبقايش قادرة تعطي من جهدك وطاقتك لعائلتك وكتكوني استنفدتي الطاقة كلها. هادشي علاش ماشي أنانية، ماشي عيب نديها في حالتي وفي نفسيتي وناخد لنفسي الحاجة اللي زوينة وناكل حاجة زوينة. لا ماشي عيب، لأن هذاك هو الكاس اللي كتكبي منه وتوزعيه على عائلتك. كيف ما كيقولوا that's the cup you're pouring from. إلا كان الكاس ديالك خاوي فمنين غادي تعطي؟ ما عندكش منين تعطي. الدرس الثاني اللي تعلمته هو الأهداف ديالك ما تقوليها لحتى شي واحد. اختي غادي تحتفظي بها لراسك وتخدمي عليها بوحدك، ماشي على قبل العين ولا على قبل الحسد ولا لا. لأن أولا كاين دراسات تبتات ان الا كان عندك واحد الهدف وبغيتي تحققيه وقلتيها للناس، الناس اللي كتعرفيه ولا عائلتك، هذاك الحماس وهذاك الشغف اللي تيكون في الاول تيتبخر. يس كيتبخر، حيت العقل الباطن ديالنا ما تيفرقش بين الواقع وبين اللي مازال فكره، مازال ما تحققش في ارض الواقع. فكيعطي اشارات للعقل الواعي باللي راه هذاك المشروع ولا الهدف راه تحقق صافي، وكيبدا داك الحماس كيمشي. وحنا تنفسروها باللي العين ضرباتنا. لا اختي، ماشي العين اللي ضرباتك، ولكن الشغف مشى، الحماس مشى. وهذه راها حقيقة علمية ممكن تبحثوا عليها من بعد. والحاجة الثانية هو أنه مادام ربي حط قدامك واحد الهدف ولا واحد الفكرة وما حطهاش قدام شخص آخر، لأنه انتي عندك واحد المقدرة أنه تحققي هذاك الهدف اللي ما يقدرش داك الشخص يحققه، لأنه ما عندوش المقدرة أنه يحققه. ففاش كتمشي تقولي ليه أنا غادي ندير وغادي ندير وغادي ندير، يقدر يحبطك، لأنه ما عندوش نفس المقدرة كيف ما قلت لك، ولا حتى المؤهلات اللي محتاجهم هذا الهدف. وهادشي غادي يأثر على الحماس ديالك. وإلا مشيتي حتى مثلا بدلتي الفكرة ديالك ولا خرج لك شي بلان جديد في شي مشروع آخر، ولا لسبب ما مثلا الظروف خلاتك تغيري الفكرة ديالك، هذاك الشخص بعينه يقدر يشمت فيك، ولا مثلا يقول لك انت فاشله وانت ما قدرتيش وانت و فهذا علاش من الاحسن تخليو الاهداف ديالكم لنفوسكم، ما تبينوهاش للناس. خليو هاد الاهداف هي تبان بوحدها ملي تخدمي عليها ويشوفوها في ارض الواقع. الدرس الثالث اللي تعلمته هو انني ما نرضيش الاخرين على حساب سعادتي. هادشي ما كيعنيش انني ما غاديش نسعد اللي دايرين بيا ولا لا. انا بغيت نقول لك هو انه ما يكونش الهدف ديالك هو انك ترضي الاخرين وصافي، واخا الثمن يكون هو راحتك. لان كما كنقولوا اذا زاد شيء عن حده انقلب الى ضده. معناه هو انك الا عطيتي للناس اكثر من جهدك باش ترضيهم، غادي تبداي تحطي توقعات وتبداي تسناي ان الناس تعاملك نفس المعامله، وانهم حتى هما يعطيو اكثر من جهدهم باش يرضيوك. ولكن حبيبتي كتنساي بلي ماشي كاع الناس بحال، وإلا هاد الناس ما عطاوكش من جهدهم ولا ما عطاوكش داك العطاء اللي انت كتوقعيه،
هنا كيجيك واحد الإحساس بالاستياء، وكتحسي أن الناس حياتهم وسعادتهم أهم منك، وما تيهمهمش الإرضاء ديالك، وكيبقى فيك الحال وكتحسي بالتعاسة. نحاولوا نتفاداو هاد المشاعر السلبية اللي كتأثر على حياتنا. مزيان تفرحي الناس اللي دايرين بيك، ولكن ما ترضيهمش على حساب راحتك. اوكي، فهادو كانوا 3 دروس باختصار، وهادو نصائح اللي تقدر تفيدكم وتوفر عليكم الوقت. إلا عجبكم هذا الفيديو شاركوه مع صحاباتكم والناس اللي عزازين عليكم باش حتى هما يستافدوا. وكتبوا لي في التعاليق إلا عندكم نصائح ودروس أخرى اللي الحياة علمتها لكم باش الفائدة تعم والكل يستافد. نشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله، وبسلامة.